طاسة المزلايكا يعني الكبد والقوانص معمولة كده بالخضار والسر في الطشة. أكلة كده اقتصادية وشعبية جميلة جدا، ويا سلام بقى على رغيف عيش هنحط فيها كده المزلايكا أو الكبد والقوانص، ومعاها شوية بصل محطوطين عليهم سماق، وكمان رشة من الطحينة. أكلة تجنن جميلة جدا ومش هتاخد مننا أكتر من 10 دقايق، وطعمها حلو قوي. ولو انت بقى ما بتحبيش الزفارة بتاعت كبد الفراخ وبتقرفي منها، هقولك على طريقة جميلة جدا هتخليها نضيفة جدا ومش هتحسي انها زفرة خالص، وهتاكلي بجد احلى صوص منها. ممكن كمان تحطيها كده على المكرونة او تغمسيها في العيش. نسمي الله ونبدأ. اول حاجه لازم نجيب الكبده تكون ذبح اليوم، يعني لسه مذبوحه طازه، ما تكونش بقى محطوطه في الفريزر او مجمده، وهو ده السر اللي هيخليها كده طريه وجوسي لما تيجي تستوى، وكمان مش هيكون فيها زفاره خالص. انا طبعا غسلتها كويس جدا بالميه وحطيت عليها ليمون، وكمان ضفت لها معلقه صغيره من الطحينه، وده السر اللي مش هيخلي فيها زفاره. وانصحكم بلاش تحطوا خل لان هو بيزفرها اكتر، لكن الليمون مع معلقه صغيره من الطحينه، بعد كده تشطفوها وبتصفوها من الميه، بتكون جميله جدا ومفيهاش بقى اي زفاره او اي ريحه نهائي. بعد كده هبتدي اللي انا اقطع الكبده، وما نيجي نقطع الكبد نقطعها كده متوسطه، يعني مش هنقطعها صغيره علشان ما تنشفش وتتهرى مننا. وبالنسبه للقلوب نخلي بالنا ان فيها كفر كده خفيف، بنشيل الكفر دوت وبنفتحها علشان بيكون فيها ايه تجمع دموي لازم يشيل برضو. ونفس طريقه الغسل بتاعه الكبده هي نفس طريقه غسل القلوب والقوانص. هخلص بقى كده كل الكميه وهقطعها متوسطه، مش هقطعها صغير. وده كان شكلها بعد ما خلصت تقطيعها، حطيتها كده في الطبق علشان تكون جاهزة. ما شاء الله ما فيهاش اي زفارة خالص. وبعد كده جبت القوانص، والقوانص هنا انا خليتها اقل من الكبدة، يعني هي ربع كيلو والكبدة اكتر. طبعا تقدري بقى توازني في الكمية حسب بقى اللي اسرتك بتحبه. وخلي بالك القوانص ما بيبقى فيها زوايد كده ورا، بنشيلها ونغسلها كويس بنفس الطريقة. وقطعتها هنا بالمقص، هقطعها قطع صغيرة علشان هي بتاخد سوا اكتر، فهنسويها الاول قبل الكبدة في نفس الطاسة، وبعد كده هنحط الكبد والقلوب. وبعدين نبدأ نجهز في الخضار اللي هيعلي القيمة الغذائية لطاسة المزلايكا، وهيعلي كمان التيست بتاعها جدا. واخترت الخضار هنا يكون الفلفل الألوان، وزي ما انتوا شايفين استخدمت نص الفلفلاية بس بتاع الفلفل الأحمر والأصفر، علشان بيكون كده فيه تسكيرة، فلو زودناها ممكن تغير في الطعم. أما بقى الفلفل الأخضر فحطوا منه زي ما انتوا حابين، بيضاعف الكمية وبيكون طعمه حلو. وكمان ما تنسوش قرنين من الفلفل الحامي، لان الصراحه طاسه المزلايكا لو ما كانتش حاره كده وسبايسي مش بتبقى نفس التيست ونفس الطعم اللي احنا اتعودنا عليه. وكمان بعد كده جهزت نص كيلو من البصل، قطعته كده جوانح، هقسمه النصين. هاخد النص الاول هستخدمه في الزيت او هشوحه في الزيت، ونص البصل التاني هخليه في الاخر عشان يحتفظ بالقرمشه بتاعته. بعد كده جبت الجريل وحطيت فيه معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت، وحطيت نص كمية البصل. ولازم الزيت هنا يكون سخن، يعني درجة الحرارة فيه تكون عالية، عشان أول كده ما ينزل يبتدي إن هو ينزل المية بتاعته ولونه بس كده يتغير. هنزل عليه بعد كده بالفلفل الحار وهقلبه شوية لحد برضو ما يدبل والريحة الجميلة بتاعته تطلع. وبعد كده على طول هحط القوانص، واحنا اتفقنا ان احنا هنسوي القوانص الاول علشان هي بتاخد سوا كتير شوية عن الكبدة. وفي ناس بتفضل انها تسلقها، بس انا جربتها بالطريقة ديت وقطعتها كده لحتت صغيرة، استوت معايا وما كانش فيها اي مشكلة. هقلبها لحد ما لونها يتغير او تستوى نص تسوية، وبعدين هتكمل التسوية الكاملة بتاعتها مع الكبدة. هوسع بعد كده بقى مكان علشان انزل بالكبدة، وزي ما انتم ملاحظين ان النار لسه عالية والزيت بيغلي، وهو ده المهم عشان اول ما انزل بالكبدة تاخد كده صدمة، والمسام بتاعتها تتقفل وما تنزلش المية بتاعتها، وتفضل محتفظة بيها جواها علشان تبقى جوسي وطرية كده لحد الاخر. هقلبها بقى كده تقليبة، وبعدين هبتدي اضيف التوابل الاساسية هنا هي الملح والفلفل الاسود. لو حابين تكتفوا بيهم مفيش اي مشكلة، بتبقى جميلة برضو. بس كده جربوا اللي انتوا كمان تضيفوا رشة من القرفة ورشة من السبع بهارات او البهارات المشكلة، بتعلي التست وبتخلي طعمها جميل جدا. هقلب بقى البهارات مع الكبد والقوانص، وعايزه اقول لكم ما شاء الله الريحه كده ابتدت تظهر وتملى البيت كله، ويعني هتحسوا ان انتوا كده عايزين تاكلوها من قبل ما حتى تضيفوا بقيه المكونات. هضيف بقى اخر حاجه الفلفل الالوان. طب وانا ما ضفتوش برضو ليه من البدايه؟ علشان ما يتبلش ويفضل كده محتفظ بلونه الحلو والتسكيره بتاعته الجميله. وكمان ما تنسوش نص البصل اللي احنا محتفظين بيه، فتعمل تيست حلو جدا. يعني البصل المكرمل في البدايه مع البصل الني بيدي تيست
مختلف وحلو أوي. آخر حاجة بقى الطشة وأجمل حاجة في الطاسة دي اللي هتخلّيها طعمها تحفة، الطشة وأنا عملتها هنا من 4 فصوص من التوم وقرن فلفل حامي ورشة من الكزبرة الناشفة، وهنحطها كده في الآخر على الطاسة. يعني عايزة أقول لكم لو جربتوا تدوقوها قبل ما تحطوا الطشة غير بعد ما تحطوا الطشة خالص. ادوها بقى كده تقليبة بسيطة، إحنا مش عايزين نسوي التوم، مجرد بس كده ما ريحته تطلع خلاص كده الطاسة جاهزة معانا. رشة بقى من صوص الصويا أو دبس الرمان هتخلّيها بقى تحفة. بُصّوا بقى شكلها نازل إزاي، بس كده الطاسة دي كده فيها مكونات كتير، وبجد كل حاجة فيها بتدّيها taste تاني خالص. شوية بقى طحينة مع شوية بصل، حطيت عليهم كده رشة من السُمّاق، ويا سلام بقى كده على العيش البلدي، بجد أحلى حاجة. ممكن كمان تعملوها طبعًا مع مكرونة أو مع رز أصفر. جرّبوا الأكلة ديّة وأنا متأكدة إنها هتعجبكم، وطبعًا ما تنسوش بقى الحاجة الساقعة مع الساندويتش الجميل ده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش بقى تدعموني كده باللايك وبدعوة حلوة، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.